أنا بطاريتي خلصت يا دكتورة ليلي. الساعة لسه 3 العصر وأنا حاسس إني هيكل عظمي خردة، مش قادر أقف. معلش يا سكيلتون، السكر بتاع السحور خلص، بس جسمك عنده خطة طوارئ ومخزن طاقة كبير اسمه الكبد. أهلا بيكم، أنا الكبد، مدير مخازن الطاقة في جسمك، ووقت الأزمات أنا اللي بنقذ الموقف. يا أهلا بالمدير. طب طالما عندك طاقة سايبني أفرفر من الصبح ليه؟ طلع لي حتة طاقة أمشي بيها حالي. حاضر يا سكيلتون. يا جليكوجين اصحى يلا من النوم، وقت الشغل جه، صاحبنا عايز طاقة بسرعة. يا فتاح يا عليم، أنا الجلايكوجين. أنا عبارة عن سكر متخزن نايم في الكبد من ساعة السحور. بالظبط، الكبد بياخد الجلايكوجين ده ويكسره لحتت صغيرة اسمها جلوكوز، يعني سكر سريع يمشي في الدم. شوفوا بقى، أنا لما بتكسر بديكم نشاط يخليكم تقدروا تركزوا وتتحركوا من غير ما تتعبوا وانتم صايمين. يا سلام، أنا حاسس إني مشحون على الآخر. أنا هنزل ألعب ماتش كورة وأجري ماراثون دلوقتي حالا. حاسب يا سكيلتون، الطاقة دي طاقة طوارئ عشان تعيش يومك طبيعي، مش عشان تخلصها في المجهود العنيف. صح كلام الدكتورة، لو خلصت كل مخزون الجلايكوجين اللي عندي دلوقتي هتفرفر تاني ومش هتلاقي طاقة لحد الفطار. أيوة يا سكيلتون، وفرني للحاجات المهمة زي المذاكرة أو تقرأ قرآن أو تساعد ماما في تجهيز السفرة. خلاص أنا هوفر طاقتي وهقعد هادي لحد المغرب. شكرا يا عم كبد، أنت وصاحبنا الجلايكوجين. عشان كده بننصحكم يا أبطال تتسحروا كويس عشان تملوا مخازن الكبد. استنونا في حلقة جديدة من وندرلاب. وأنا هروح أدور على مكان أستخبى فيه من ريحة طبيخ ماما لحد ما المغرب يأذن. سلام.